شاشات حمراء، أسعار بتنزل وقلق وتوتر في كل مكان. الذهب عندي 6930 جنيه للجرام. يا ترى تحويشة العمر لسه في أمان ولا الخطر بيقرب؟ أهلا بحضراتكم في شرح جديد بنمسك فيه الأرقام والبيانات ونفككها حتة حتة عشان نفهم الصورة كاملة من غير أي تعقيد. لو في حد متابع شاشات الأسعار في الصاغة اليومين دول أكيد حاسس بحالة من التوتر والترقب. فجأة وبدون مقدمات أسعار الذهب بدأت تاخد منحنى هبوطي، وكلام كتير جدا بيتردد حوالينا في الصاغة، على القهاوي، وفي كل مكان على السوشيال ميديا. الناس اللي شالت قرشين في حتتين ذهب عشان يحفظوا قيمتهم بقوا بيسألوا نفسهم إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هل دي النهاية وموجة الهبوط هتكمل؟ في الشرح بتاعنا النهاردة احنا مش بس هننقل أخبار، احنا هنغوص في أعماق السوق، وهنشوف ازاي زلزال الأسواق العالمية بيسمع عندنا هنا في مصر، وهنجاوب على السؤال الأهم والأخطر ببيانات واضحة وبسيطة عشان كلنا نكون على نور ونعرف ناخد القرار الصح. السؤال ده تحديداً هو اللي بيلف وبيدور في دماغ كل مستثمر صغير. كل أب وكل أم حطوا شقة عمرهم وتعبهم في كام جرام ذهب. في ثقافتنا الذهب عمره ما كان مجرد معدن. الذهب دايماً هو الزينة والخزينة، هو الملاذ الآمن والمخدة اللي الناس بتنام عليها وهي مطمنة إن فلوسها مش هتقل. بس خلينا نكون صراحة، لما السوق يقلب فجأة ويشهد تغير سريع زي اللي بيحصل قدامنا دلوقتي وتلاقي الأسعار بتنزل على الشاشة، طبيعي جدا إن الخوف يتسرب للقلوب. المخاوف دي بتولد أسئلة صعبة. هل نجري نبيع بسرعة قبل ما السعر ينزل أكتر ونخسر جزء كبير من فلوسنا؟ ولا نمسك أعصابنا ونصبر يمكن السعر يرد ويطلع تاني؟ القاعدة الذهبية هنا إن الإجابة عمرها ما بتيجي بالعاطفة ولا بالخوف ولا حتى بالتخمين. الإجابة دايما وأبدا موجودة في لغة الأرقام. وعشان نطمن بجد لازم نفهم أبعاد الصورة كاملة ونستوعب إن أي سوق في الدنيا وخصوصا الذهب طبيعي يكون فيه طلوع ونزول. الشطارة كلها في إزاي نتعامل مع التحركات دي بذكاء وهدوء ومن غير أي قرارات متسرعة نندم عليها بعدين. طيب خلونا نبدأ من بره الأول ونفهم إيه اللي حصل في العالم. الرقم اللي ظاهر قدامنا دلوقتي 4600 دولار للأونصة. الرقم ده مش مجرد رقم عابر، ده في لغة أسواق المال بيعتبر مستوى نفسي وفني حازم جدا. اللي حصل إن عالميا الذهب فقد المستوى ده وما قدرش يصمد فوقه، والأونصة تراجعت ونزلت لمستويات ال 4580 دولار تقريبا في أولى جلسات الأسبوع. النزول تحت حاجز ال 4600 دولار ده عمل حالة من الارتباك والتوتر في الأسواق العالمية كلها. ليه؟ لأن الخبراء والمحللين الفنيين بيشوفوا إن كسر المستوى ده لتحت معناه إن السعر فقد القوة بتاعته أو الزخم الصعودي، وده للأسف ممكن يفتح الباب لمزيد من الهبوط في الأيام اللي جاية. الجدير بالذكر كمان إن التراجع ده حصل في توقيت حساس، توقيت كانت التداولات فيه ضعيفة جدا والسيولة قليلة في السوق، وده بسبب إغلاق أسواق كبيرة ومؤثرة زي الصين واليابان وبريطانيا في عطلات رسمية. ولما السوق يكون خفيف وما فيهوش سيولة كتير، أي حركة بيع صغيرة بتأثر في السعر بشكل كبير جدا ومبالغ فيه. نرجع بقى للسوق بتاعنا. التراجع العالمي اللي لسه شارحينه ده سمع عندنا هنا ازاي؟ سمع فوراً وبشكل مباشر في الصاغة. جرام الذهب عيار 21 اللي هو العيار الشعبي والأكثر طلباً في مصر نزل وسجل 6930 جنيه للجرام. الرقم ده الحقيقة بيعكس حاجتين مهمين جداً لازم نكون واخدين بالنا منهم. الحاجة الأولى والأساسية هي الانخفاض العالمي في سعر الأونصة بالدولار، والحاجة التانية ودي نقطة جوهرية هي استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الفترة دي من غير أي قفزات أو تغيرات عنيفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التسعير المحلي للذهب في مصر دلوقتي بقى ماشي زي ظله مع حركة الأونصة في البورصات العالمية. التراجع ده لو قارناه بأسعار الكام يوم اللي فاتوا خلى الناس في الشارع تسأل وتستغرب، هل دي بداية لانهيار أكبر في السعر عندنا ولا دي مجرد استراحة محارب للسوق عشان يجمع قوة ويرجع يرفع تاني؟ ده اللي هنفهمه لما نحلل سلوك الناس في السوق دلوقتي. لو نزلنا الصاغة دلوقتي هنلاقي حالة غريبة جدا نقدر نوصفها بالشلل المؤقت. السوق المصري حرفيا مقسوم نصين وكل نص واقف مكانه متكتف ومش راضي ياخد خطوة. تخيلوها كده زي لعبة شد الحبل، بس ما حدش من الفريقين راضي يشد. على الناحية الأولى عندنا المستهلكين أو المستثمرين اللي معاهم سيولة في إيديهم وكانوا ناويين يشتروا. دول دلوقتي بيقولوا لنفسهم اشتري ليه دلوقتي والسعر عمال ينزل؟ لا، أنا أمسك إيدي واستنى شوية كمان يمكن السعر ينزل أكتر وأعرف أشتري جرامات أكتر بنفس الفلوس وأكسب. وعلى الناحية التانية عندنا الناس اللي معاها الذهب نفسه سواء اشتروه بأسعار أعلى قبل كده أو حتى ناس محتاجة سيولة ومضطرة تبيع. دول بقى بيقولوا مستحيل أفرض في الذهب بتاعي بالسعر القليل ده وأخسر، أنا هقفل على حاجتي واستنى لحد ما السعر يرد ويرفع تاني. النتيجة الطبيعية لحالة العناد دي هي إيه؟ تراجع ملحوظ جدا في الطلب، لا حد بيبيع ولا حد بيشتري، وحالة من انعدام السيولة والجمود التام في حركة البيع والشراء. كل طرف قاعد حاطط إيده على خده ومستني التاني يضعف ويتحرك الأول.
وقبل ما نتعمق أكتر ونكشف الأسباب العميقة اللي ورا التحركات اللي بتحصل دي، محتاجين نوقف لحظة ونسمع من حضراتكم. في وسط الدوشة والأخبار السريعة اللي بتلحقنا دي، يا ترى إيه كان القرار؟ هل القلق من نزول السعر كان أقوى وكان التوجه للبيع السريع عشان نلحق نفسنا ونتجنب أي خسائر أكبر؟ ولا كان في ثقة وتمسك بالذهب على اعتبار إنه دايما استثمار طويل الأجل وبيرد مهما طال الوقت؟ يا ريت تنزلوا دلوقتي حالا وتشاركونا في التعليقات. تجارب حضراتكم الحقيقية اللي بتحصل على أرض الواقع بتدينا كلنا صورة أوضح وأصدق بكتير من أي أرقام جافة أو تحليلات نظرية. خلينا ندردش في التعليقات وقولوا لنا، هل شايفين إن الوقت الحالي بالسعر ده هو وقت مناسب للشراء ولا وقت مثالي للبيع؟ طيب نرجع لموضوعنا الأساسي، إيه السر ورا الهبوط العالمي اللي حصل ده؟ إيه اللي بيحرك خيوط اللعبة دي من ورا الستار ومخلي الذهب يتراجع بالشكل ده؟ خلونا ندخل في التفاصيل ونكتشف السر مع بعض. عشان نفهم اللي بيحصل لازم نتخيل الموضوع كأنه قطع دومينو مرصوصة ورا بعض. بمجرد ما قطعة تقع بتقع كل اللي وراها. الحكاية بتبدأ من بعيد شوية، من التوترات الجيوسياسية والعسكرية المستمرة، وتحديدا في منطقة حساسة جدا زي مضيق هرمز والتصعيد اللي بيحصل بين الولايات المتحدة وإيران. التوترات دي مش مجرد أخبار في النشرة، دي بتخلق حالة من الرعب في العالم كله على إمدادات الطاقة. النتيجة أسعار النفط الخام بتطير لفوق وتفضل ماسكة في حاجز $100 للبرميل وما بتنزلش. طيب لما برميل البترول يغلى إيه اللي بيحصل؟ تكلفة النقل بتزيد وتكلفة المصانع بتزيد، فبالتالي كل السلع في العالم بتغلى. ده اللي الاقتصاديين بيسموه التضخم، والتضخم ده بيضرب بقوة في أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية. هنا بقى بيتدخل البنك المركزي الأمريكي اللي هو الفيدرالي عشان يكافح الغلاء والتضخم ده. بيعمل إيه؟ بيضطر يخلي أسعار الفايدة في البنوك عالية جدا وبيرفض تماما إنه ينزلها. وهنا نوصل لآخر قطعة دومينو وهي الذهب. الذهب أصله ممتاز، بس في عيب واحد للمستثمر الكبير، إنه مش بيدفع فوائد زي الفلوس اللي في البنك. فلما الفايدة على الدولار تكون عالية، المستثمرين الكبار بيسحبوا ملياراتهم من الذهب ويحطوها في البنوك عشان ياخدوا فايدة مضمونة، والنتيجة الحتمية هي إن الطلب على الذهب بيقل فسعره بيهبط. هي دي الدورة ببساطة. وعشان نأكد لحضراتكم إن التحليل ده مش مجرد استنتاج، خلونا نسمع صناع القرار نفسهم بيقولوا إيه. في تصريح مهم جدا طالع من نيل كاشكاري، والراجل ده مش أي حد، ده واحد من أهم المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. قالها صراحة وبدون تجميل، الحرب المستمرة في المنطقة بتمثل خطر تضخمي كبير. التصريح ده بيحط النقط على الحروف، ولما نربط كلامه بتصريحات جيروم باويل رئيس الفيدرالي نفسه اللي قتلت أي أمل في إن الفايدة تنزل قريب، الصورة بتبقى واضحة زي الشمس. الفيدرالي الأمريكي مستحيل ينزل الفايدة ويضحي بالاقتصاد بتاعه عشان ينقذ أسعار الذهب، طول ما هو مرعوب من شبح التضخم اللي بيغذيه في آلاء النفط بسبب الحروب. الأسواق العالمية كانت متفائلة جدا وبتسعر إن الفايدة هتنزل قريب، لكن مع استمرار الصراع والجمود في الحلول السياسية كل التوقعات دي اتبخرت في الهواء. والخلاصة، طول ما الفايدة العالية دي مكملة معانا لفترة أطول، جاذبية الذهب هتفضل أقل بالنسبة للمستثمر العالمي اللي بيدور على العائد السريع والمضمون. بس ثانية واحدة، هل معنى كده إن الصورة كلها ظلمة وكل حيتان وول ستريت متشائمين والذهب هينهار؟ المفاجأة هنا بتيجي من الأرقام، وتحديداً من استطلاع رأي أجرته منصة كيتكو الشهيرة، ودي من أهم المنصات اللي بتتابع سوق الذهب في العالم. بالرغم من كل الهبوط والأخبار السلبية اللي اتكلمنا عنها، لسه في 50% من كبار المحللين متفائلين جداً وشايفين إن الذهب هيرتد وهيعوض خسائر ويصعد تاني خلال الأسبوع ده. في المقابل 31% بس هم اللي متشائمين وشايفين إنه هيكمل في سكة الهبوط، و19% شايفين إن السعر هيمشي بالعرض، يعني تذبذب بسيط من غير اتجاه صعودي أو هبوطي واضح. طيب التفاؤل بتاع ال50% ده جاي منين وسط كل الظروف دي؟ السر في إن البنوك المركزية العالمية زي الصين وغيرها لسه بتشتري ذهب مادي بكميات مهولة، وده بيعمل زي أرضية خرسانة تمنع السعر من إنه ينهار تماما. ده غير إن المخاوف الجيوسياسية اللي بتخوف ناس بتخلي جزء تاني من المستثمرين يكلبشوا في الذهب أكتر باعتباره الملاذ الآمن الوحيد لو حصلت أي مفاجآت أو كوارث غير محسوبة. بناء على كل اللفة الطويلة والبيانات والأرقام اللي استعرضناها دي، نوصل لأهم جزء في الشرح بتاعنا. المواطن البسيط اللي معاه قرشين تعب فيهم وعرق عشان يحوشهم، يعمل ايه بفلوسه دلوقتي بالظبط؟ خلونا نحط التحليلات المعقدة على جنب ونتكلم في خطوات عملية. عشان نعرف ناخد قرار سليم لازم نبص على الخريطة الفنية والأرقام اللي الخبراء ماشيين عليها. في علم التحليل في حاجة اسمها مستويات دعم ومستويات مقاومة. عشان نبسطها لحضراتكم، تخيلوا إن السعر ده كورة جوه أوضة. مستويات الدعم هي الأرضية اللي الكورة لما بتنزل تخبط فيها بترد وتطلع لفوق تاني، لأن عند النقط دي المشترين بيشوفوا السعر مغري وبيدخلوا يشتروا بقوة. الأرقام دي حالياً للذهب عالمياً هي 4510 و4480 و4460 دولار. أما مستويات المقاومة فهي العكس تماماً، دي السقف اللي الكورة لما بتوصله الناس بتبدأ تبيع وتجني أرباحها، فالسعر يخبط في السقف وينزل، والأرقام دي
هي 4660 4600 و4630 دولار. طيب الاستراتيجية العملية إيه؟ بالنسبة للمستثمر اللي بيبص لقدام، اللي بيستثمر على المدى المتوسط والطويل، النصيحة هي إنه يبدأ يضخ سيولة ويشتري كل ما السعر يقرب من مناطق الدعم. يعني كل ما نقرب من ال 4500 دولار دي فرصة كويسة نجمع فيها. أما للناس اللي بتضارب وبتاخد مكسب سريع، فمناطق جني الأرباح والبيع هتكون لما السعر يوصل للسقف حوالين مستويات ال 4600 دولار. وعشان نلخص كل الكلام ده في روشتة ملموسة وخطوات واضحة نقدر ننفذها بكرة الصبح، دي نصايح عملية محددة جدا نرجو من حضراتكم التركيز فيها. رقم 1 والأهم على الإطلاق، إياكم والبيع وقت الذعر. الخوف بيخلينا ناخد أسوأ قرارات مالية، والبيع دلوقتي والسعر نازل معناه إننا بنحول الخسارة الورقية لخسارة حقيقية ملموسة. الأسواق بتتحرك في دورات، والصبر هنا هو مفتاح المكسب. رقم 2، لو في سيولة متوفرة وعايزين نشتري، بلاش أبدا ندخل نشتري بكل الفلوس مرة واحدة من نقطة سعرية واحدة. الأصح والأذكى هو تقسيم الفلوس لأجزاء والشراء على مراحل كل ما السعر ينزل ويقرب من مستويات الدعم. رقم 3، ودي نقطة حاسمة بتفرق في المكسب، لو الهدف من الشراء هو الاستثمار وحفظ قيمة الفلوس، يبقى الأذكى دايما هو شراء السبائك المغلفة والعملات الذهبية زي الجنيه الذهب. ليه؟ عشان نبعد عن المشغولات الذهبية اللي مصنعيتها بتكون عالية جدا، ولما نيجي نبيعها المصنعية دي بتطير وبتاكل جزء كبير من مكسبنا. وأخيرا رقم 4، دايما خلوا في بالكم إن الذهب استثمار بطيء وطويل الأجل. بلاش المتابعة اليومية اللحظية للسعر لأنها بتجيب توتر وضغط عصبي ملوش لازمة. الأهم هو إننا نبص لرد فعل السعر على مدار شهور وسنين، مش أيام وساعات. في النهاية بنأكد على إن الاستثمار الذكي والناجح هو اللي بيبتدي بالمعرفة والفهم وبيكمل بالهدوء والصبر، مش بالذعر ولا بالتسرع ورا الإشاعات. عشان تفضلوا دايما على اطلاع بأدق التفاصيل والبيانات الحقيقية اللي بتحرك سوق الصاغة وأسواق المال، بنشجع حضراتكم تشتركوا معانا في قناة فلوس من الصفر. هنا احنا بنقدم متابعة مستمرة وتحديثات لحظية وشرح مبسط لكل اللي بيحصل، عشان الفلوس والتعب يفضلوا دايما في أمان ويكبروا بذكاء. وقبل ما نختم، فكروا دايما في السؤال ده: هل احنا اللي بنتحكم في فلوسنا وبنديرها بالمعلومات والعقل، ولا بنسمح للأخبار والخوف إنهم يتحكموا فينا وبقراراتنا؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ونتمنى نكون قدمنا لحضراتكم رؤية واضحة ومفيدة. نشوفكم في تحليل جديد وتفاصيل أعمق. في أمان الله.